بسم الله الرحمن الرحيم. كما قلنا على الحي الحفا، الحي الحفا أصبح من الحي اللي هو راقم الإنجاز الإصلاح اللي قاموا به الشركة ديال اللي قامت بتصميم الهيكلة، ولا الشركات اللي قاموا ديال البيبان التيقان بالنسبه للمحابق في هذا كل شيء بلانطات، وهذا قاموا بعمل جبار مشكورين. بالنسبه للمهندسين اللي شرفوا على هذا المشروع تحت الاشراف ديال السيد الوالي مشكور، عملوا جميع المحاولات ديالهم باش يكملوا هذا المشروع هذا ويرضي الجميع، ولكن للاسف كاين ناس اللي هما سبقوا الاوان. المشروع باقي ما كمل، جاو كيعملوا الجرده. بالنسبه الجرده اللي عملوها قبل ما يكمل المشروع راه هي صبحت خطأ. الجرده كتلقى ملي كيكمل المشروع. كيف يعقل هذا المسجد دابا ملي كتشوف انت هذا الهدم وهذا التكسير وهذا الشيء اللي هو ضاء في المسجد، هذا المسجد ما غنجيو نصلحوه. في حاله التاكسي الى دخلنا هنايا كيسمى خسر الجرده، البولانسيه اللي دخلت لهنا كتسمى خسرت الجرده. كيف يعقل السياره مول الجرده هي واقفه هنا قدام المسجد؟ كيف يعقل هذا بان هذا يد خفيه كتلعب هنايا؟ حنا ما عندنا صراع سياسي، ما عندنا صراع باش نخدموا المشروع، ما عندنا صراع حتى شي حاجه. حنايا اللي كنطلبوا الاستفاده. السيد الوالي مشكور فك العزله على الجبال، في الحسيمه، في الشاون، في نواحي باب الراذ، في هذا في جميع الجبال فك عليهم العزله. كيف يعقل حنا كنتواجدوا في وسط طنجه الكبرى ومقطوعه علينا الطريق؟ البولانسيه خصنا الا طلبنا البولانسيه خصنا نطلعوا للراجل او المراه من هنا من القاعد الحي الا حتى الراس. هذه من ناحيه الانسان مريض. من الناحيه الاخرى هاد الناس مساكن كيهزوا البوطه من الراس كيديو البوطه على طهرهم. لو كانوا عبقا عندنا الدبات الحمير والخيوله وهذا بعدا نجيبوها عليهم. المشكل هي احنا في وسط المدينه ما كاين لا حمار لا بغال لا كيدار، خصك تهز على طهرك ولا تخلص اللي وصل لك 10 دراهم ولا 15 دراهم. وحنا في واحد المنطقه اللي هي الناس بسطاء، ناس دراويش، هذا يعني الوالي مشكور جانا هنا وشاف هاد الناس هادو وتاسف وقال تهلاو لي في ذيك الناس، والشركات قاموا بتهلو ديالهم من جميع النواحي. الا هاد الشركه اللي هي قامت بهاد الجرده جابت كيلو التراب وعملته على الردمه. انا كنقولها بالجار، نزلاتو على الردمه كيلو التراب. الجرده كتنزل على 2 متر ولا 3 متر ديال التراب، ماشي كتنزل نص متر ديال التراب او لا 20 سنتيم ديال التراب وغادي تجي تقول انا عدلت الجرده. شحال خصك ديال الماء؟ كاميون ديال الردمه من تحت وكيلو التراب من فوق. 3 طن ديال الماء ما يسقوش 20 متر ديال الغازو. 3 طن. وحنا في حاله الجفاف مهددين بالعطش، مهددين بزاف ديال الحوايج. ولهذا كنطلبوا من السيد الوالي يفك علينا العزله. مشكور الله يجازيه بخير. حنا كنتواجدوا كما تق فيه صاحب الجلاله نصره الله، حتى حنا تايقين فيه، حتى حنا تايقين في السيد الوالي وعطانا ولبانا الدعوه ديالنا. مشكور الله يجازيه بخير، يفك علينا العزله، يوصلنا الطريق للمسجد. وشكرا للجميع والسلام عليكم. السلام عليكم. خوتي ديالي هذا احمد مسكين دريوس سيعيش عيب باركين، الناس تيعملوا معايا والناس د الحومه. انا مريض كل واحده القلب، سكر، مسار، معده، فقر الدم. خصنا الطريق هنايا قريبه. شكون عجب لي البوطه؟ شكون عجب لي شي حاجه؟ تنتعاونوا د الحافه مساكن بارجيهم الخير تيعاونوني. ومزوج بنت الناس جبتها من الريف، وخوتنا فهمونا عرفونا خصنا اللي تنطلبوا حنا تعملوا هنا، سهلوا معنا الامر. حنا ناس مساكن هنايا، ناس مساكن خصنا الطريقه من هنا نطلع. وعلاش اخا يبقاو هيدا؟ ما يمكنش.
اي واحد بوطه تنجيبها من فوق تنعطي الراجل مسكين تنخلصو باش يجيبها لي ما نقدرش. كتخلصوا 70 درهم 50 درهم. نعطيه 20 درهم باش يجيبها لي. باش يهبطها لك من راسك. وعلاش حنا خصنا نطالبوا. كتكون مريض شكون اللي كيعيش؟ تنكون مريض تيهزوني الدراري الحومه وتيعيطوا لافيلانس هما مساكن تيوقفوا معنا والناس الحومه وتيعرفوني مريض مسكين. هذا عيد درويش عايش في الباركي بنفضل بيدو تيعمل معاها هو مسكين. الله يطولنا في عمره والله يطولنا في الحبايب ديالنا والدراري ديالنا تيعيطوا لافيلانس تيدوني تيهزوني الناس. اللي كاين مشرف على هذا الناس وعلاش عمقوا هيدا اي واحد يعملوا الطلب ديالو وخصنا الوالي ان شاء الله يتصل بينا. الله يعاونو الله يرزقو الله يحفظو. ورد طنجة هيدا طنجة ردا مدينة العروسة طنجة ردا جديدة. الوالي الله يعاونو تيقول لهم اعملوا حاجة ثم تعملوا حاجة عاودتوا معنا الأمر. هادشي تنقولو ونعاودو ما تنخبعوش.